مرحبا بكم. وعدتكم بحلقه التاريخ مهمه بخصوص الفساد. البارح ملي كنت كنتحاور مع السي عبد الوهاب السحيمي قبل منها خليوني نبدا بواحد جوج نقيطات. سبق لي ديك المره قلت لكم هذه الحكومه راه نيتها خايبه، هذيك ديروا النيه اللي كيقول السي اخنوش راه فقط ضحك على الدخول. والدليل شنو هو انه قانون الماليه دوزوه بمجلس المستشارين لغدا من اللجنه ديال الماليه في البرلمان مع 10 مع 12 تصويت في الوقت اللي كانوا كيتفاوضوا مع النقابات على ملف مطلبي. ومن جملته الجانب المالي، الطريقه اللي سرعوا بها التصويت على القانون الماليه كتعكس بان الحكومه غير جاده في الحوار ديالها مع الاساتذه. وطرحت لكم واحد السؤال جوهري، هذا القانون الماليه منين داز؟ من هذه الحكومه غتجيب هذه الفلوس؟ شنو قيمه ديك المفاوضات؟ على واش كنتفاوضوا؟ انت سديتي الباب ديال المفاوضات بهذا القانون الماليه مشى، كيفاش غتزيدني؟ منين غتجيب هذه الفلوس؟ ملي كنقولوا قانون الماليه سدينا الباب، وزاره التعليم منين غتجيب فلوس؟ هاد الاكاديميه فين يجيبوا الفلوس؟ مناصب الشغل كي غدير لها؟ كيفاش غدير تحل هاد المشاكل مادام سدت الباب عن طريق قانون الماليه، هو كيكون فيه الاعتمادات وكيكون فيه المناصب الماليه والشغل وهلم جرى ديك المصاريف اللي غتصرف الحكومه. ها هو البي جي ديال البارح حيح وطرح سؤال جوهري، الحكومه قال منين غتجيب الفلوس؟ سؤال مهم. الحاجه الثانيه السيد الرئيس كيعقب عليا، قول لنا منين غتجيبوا 9 مليار ديال الدرهم؟ وعلاش هذا الحل ما كانش من النهار الاول؟ الا كانت كتخص راه 9 المليار اللي كيسولوا عليها خصها قانون ديال الماليه تعديلي. ما خرجناش اسيدي حنا واش خرجنا؟ يلا منين غتجيب هاد 9 المليار؟ دابا واحد النقطة مهمة خوتي المغاربة، حنا قلنا بأن هاد الزيادة ديال 1500 درهم مهمة الأزدة، مبلغ كبير وخيالي وغزال، ولكن باقي السؤال قائم ومنتصب. هو السؤال الجوهري، ما قالتها لكمش الحكومة المغاربة منين غتجيب هاد الفلوس؟ انت سديتي قانون المالية، غتجيبوه عن طريق مرسوم، رئيس حكومة يفتح اعتمادات يدير مرسوم. سؤال مهم، شنو هي الضمانات؟ شنو هي الضمانات على انك ملي غتكون كتجمع الضرائب يقدر تدخل اكثر من التوقعات اللي عندك انت في القانون ديال الماليه؟ ولكن واش عندك ضمانات ان الفلوس غتجيك بزاف؟ لان ديك الفلوس اللي عندك في القانون الماليه صافي، هذه الاساتذه، هذه وزاره الشباب والرياضه، هذه مثلا غنديروها الطرقان، هذه مثلا غنديروها لهذا الورش، هذه غنديروها لهذه، غنديروها لهذه، فلوس محطوطه. من غنجيبوا من هنا وغندخلوا من هنا وغندخلوا من هنا وغندخلوا من هنا. داك الشيء كيبقى توقعات. واش عندك ضمانه على انك غتدخل او لا تحصل ضرائب اكثر من داك التوقعات اللي عندك في القانون ديال الماليه بها باش تقدر تلتزم مع الناس بهذا الكلام؟ سؤال اخر، واش انت عندك الكلمه؟ انت واش مولف؟ انت بنادم اللي كيتعامل معاك تيكون مولف. مول الحانوت كيسلفك ملي كيعرفك كترجع الفلوس. تصور واحد مول الحانوت كيسالك الكريدي ديال 1800 وانت فيما تخلص ما كتقطعش الكريدي، كيفاش غيتيق فيك مره اخرى وانت فين يضحك عليه؟ انت درتي واحد اتفاق ديال يناير مع النقابات وما التزمتيش به، درتي اتفاق ثاني وما التزمتيش به، قلتي غنعطي 2500 درهم النساء ورجال التعريف حملتك انتخابيه واللي ما عطيناكمش ضربونا بالحجر وما التزمتيش بها. حنا كنقولوا له غنعطيك 2500 درهم زياده، 1000 درهم في التقاعد، 300 درهم كذا محسوبه، الا ما قبضتاش من هنا 2026 يجري علينا بالحجر. انت كمثل الطرف الاخر قلتي بان وهبي، بان اخنوش والاخرين كيلعبوا بالفلوس وبانهم كيديروا السياسه باش يجاوبوا على مصالحهم. هادشي قالوا وهبي. لا التجمع ولا زعيم التجمع كيديروا السياسه. واش كيديروا؟ تيسيروا اموالهم من خلال السياسه فقط. كيفاش غنتيق فيك؟ الاخر الشريك ديالهم، الاخر الحليف الاخر في الحكومه قال غنسقفوا اسعار المحروقات. سنسقف اسعار المحروقات. لماذا؟ لانه شفنا ملي دار التحرير والقرار اللي دارته الحكومه السابقه انه الشركات رفعت من هوامش الربح ديالها على حساب المواطنين والمواطنات. في الواقع فضلات انها تزيد الارباح على حساب الجيب ديال المواطنات والمواطنين، وبالتالي وصلت انه زادت الارباح 300%، وبالتالي تنعتبروا بان هذا جشع وما التزمش. الاخر لا اخنوش رئيس الحكومه ثبت من خلال المؤسسه الدستوريه بانه طمع فلوس المغاربه وتواطأ، ما كانش نزيه، ما كانش شفاف وفرع القدره الشرائيه. هاد العوامل مجتمعه الى جانب عوامل اخرى يصعب حصرها في هذا المقام. واش كتعطينا اطمئنان نثيق بك في هذه الهضره؟ واش ما كيبانش هاد العمليه ديال هذا المبلغ الزيادات كان الهدف السياسي منه هو انك تشهد المغاربه على نساء ورجال التعليم؟
حيت ومشيتي شاهدتيهم في واحد المجال اللي كياتيغي لاتونسيون، اللي كيثير الانتباه الفلوس. المغاربه محتاجين الفلوس مساكن، وانت قلتي لهم المغاربه نساء ورجال التعليم زدتهم 1500 درهم، ما بغاوش يدخلوا صخرات، علاش كيقلبوا هادو؟ علاش هو منجل؟ يعني لعبتي على الاعلام. علاش؟ لانه انا قلتها لك مره اخرى باقي تنقولها، منين غتجيب الفلوس؟ اعطينا. الحكومه اللي هي مسؤوله كتقول غنزيدوا نتفاوض، ها المداخل ها الفلوس فين كاين؟ اعطيني شنو؟ ما درتي حتى شي استراتيجيه مثلا محاربه الفساد، ما دخلتي فلوس مهربه في الخارج، ما انت درتي شي، ما ربعتي شي حاجه مثلا. شنو هو غير درتي سقف مالي كبير بزاف، حنا هللنا له عجبنا، ولكن باقا الحكومه طرح السؤال منين غتجيب الفلوس؟ هذا البي جي دي طرح سؤال طرحته انا، انت سديتي الباب ديال المفاوضات بهذا القانون الماليه مشى، كيفاش غتزيدني؟ منين غتجيب هاد الفلوس؟ دابا عاود ما نطرحوا سؤال جوهري، نقول الحكومه حنا مع استقرار البلاد، حنا مع الاطمئنان البلاد، حنا مع وليداتنا ما خصهمش يضيعوا، كاين عاوتاني مع الاسئله المشروعه. انت قلتي غنزيد هاد الفلوس، باقي ما جاوبتيش كحكومه، منين غتجيبوا هاد الفلوس؟ منين غتجيبوها؟ ولكن هذا هو دور الصحافه، هذا هو دور المجتمع المدني، هذا هو كيطرح الاسئله على عباد الله، على الحكومه، باش كتكون الامور المهم غندوز من هاد، غنمشي لمشهد اخر مؤلم هو عنده علاقه بالحلقه اليوم. شوفوا هذا القيد ونوضح، ليس كل القياد، ليس كل القياد، باش منين نوريكم هذه المشاهد، ليس كل القياد كما كنقول لكم، ماشي كل الولاة، ماشي كل العمال، ماشي كل وكلاء الملك، ماشي كل وكلاء العامون. هذا الخط دائما كنأكد عليه في هذا الموقع لاعتبارات عديده، لانني ما كنبغيش نظلم الناس حجر وطوب. في هذه البنيه ديال المغرب كاين ناس مخلصين للبلاد، كيشتغلوا باجور اقل مما يستحقون، وموقفين للبلاد داخل الداخليه، داخل النيابه العامه، داخل الصحافه، داخل الاحزاب. راه الخير ما خطا حتى شي رقعه وحتى شي فضاء وحتى شي قطاع في هذه البلاد، ولكن كاين بعض الناس مخربين ديال هذه البلاد، كاين بعض الناس اعداء هذه البلاد هذا بشكل او باخر. اذا حنا بالضروره نقولوا هذا الشيء باش ما كنظلموش، ما كنهضرش على المؤسسه ككل، ولكن غنسلط الضوء على هذا القيد. شوفوا هذا القيد، شوفوا المغاربه، شوف هو ذا كيلابس الكحل، شوفوا كيفاش كيدير السيد، كيفاش شنق عليه، شوفوا كيفاش مهبطوا من الطوموبيل، شوفوا هنا كيفاش هبطوا، شوفوا هاد العباد الله اللي معاه كيفاش كيهزوا على عباد الله. شوفوا على مشاهد كي دايره، كيبان لك الحزم هنا، كيبان لكم الحزم والصرام. طبعا الباعة المتجولين ظاهرة سلبية في المجتمع وظاهرة خايبة، والمغاربة الحرار كلهم يرفضون الباعة المتجولين كظاهرة، ماشي كيرفضوا مساكن دوك البياع، لا لا لا، كظاهرة ما يكرهوش المغاربة، ما يشوفوش. علاش؟ لأنها كتعرقل السير، كيتعرقل الفضاء العام، الطرقان، شحال من واحد كيكون دايز من تما ما تيقدرش يدوز. المشكل الآخر ما تعرفش شنو كتشري، ما تعرفش بعض المرات تقدر تشري شي حاجة ماكلة ولا كذا خطر على صحتك. كتنافس صحاب الناس اللي كيخلصوا الضرائب، مويل الحوانت ومويل المحلات اللي كيتحملوا الضرائب، والاخرين ما عندهمش مصاريف وكيبيعوا احسن منهم في الزنقه. كيشجع كيخرب الاقتصاد الوطني، لان غالبيه هذا النوع من السلع كتكون جايه من برا، الكونتربوند. كيكون تخسر الهضره، وكيكونوا بعد المره العنف ضد الناس وضد المواطنين. كتكون الانسان ما كاينش ضمان يتعرض لعمليه نصب، كيشري شي حاجه من الزنقه. خزينه الدوله كتضيع على مستوى الضرائب لانه قطاع غير مهيكل. هادشي كله حنا واعيين، وكنقولوا السلطات المغربيه حنا معاك في تحرير الملك العمومي، في تنظيم القطاع، في مواجهه القطاع، حنا مع الدوله في هذا المستوى. حتى شي حمق ما غيدافع على ديك الباعه المتجولين غير هكاك. ولكن عندنا سؤال جوهري، تقط ما كيهرب من دار العرس، شكون يكره هاد الناس؟ اعطيهم بديل. شنو هو الحل؟ هادو ضحايا ديال سياسه خرقاء، هادو ضحايا ديال سياسات عموميه تاريخيه منذ الاستقلال. ما قدرش تستوعب هاد الناس، السياسه ما قدرش تخلق فرص شغل لجميع المغربيات والمغاربه، والانسان بطبعه خصو يعيش كيتزوج. ساهله تجيب القيد وهذا الشيء حيد 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 حيد، ولكن شكون اللي خلق هذا الشيء؟ ثقافيا، اقتصاديا، اجتماعيا، هادو ضحايا في اخر المطاف. ولا كانوا ضحايا خاص الدوله وكلشي يتحمل مسؤوليتهم، المواطن يتحمل مسؤوليته، الاحزاب تحمل مسؤوليتها، السلطات تحمل كلشي. دابا شنو كيبان؟ غير المواطن والسلطه، المواطن والقايد، وحتى القايد براسو. وهاد المخازنيه ضحايا هاد القايد هذا، لان حتى القايد براسو جمع عليه كيعيط له العامل ولا الباشا ولا وزير الداخليه خصو يتحرر الملك العمومي. القايد خصو القايد ما فهمت، حيد له عام تما ما عنده مشكله. كعيد انا يقول له سير اخويا هضر مع الاحزاب، شوف الصوت لما عطيتيه، انا سير هضر مع الوكيل العام، هضر لي مع انا قايد عندي الفضاء العام يكون خاوي.
كنعالجوها بشكل احادي وبشكل جانبي. وملي كتعالج اي مشكله بشكل جانبي احادي كتظلم وكتكرفس. انا هذا شق انا اللي يهمني في هذا الداخل